طيب ان شاء الله هجاوبك حاضر، بس خليني قبل ما اجاوبك اوجه رسالة لاولادنا النقاشين، لاخواتنا المقاولين، لاخواتنا المهندسين واولادنا مهندسين التشطيبات والديكور، للعملاء نفسهم اللي بيتلقوا الخدمة من النقاشين والمهندسين والمقاولين. خليني اوضح لهم دلوقتي. هيظهر قدامكم على الشاشة كده صور للرطوبة اللي بتبقى موجودة في الحيطة، تمام؟ وطبعا كتير قوي بيبقى الرطوبة دي لما بتظهر اول حاجة عشان نعالجها ممكن الشقة تكون لسه معمولة، او المكان الفيلا او اي كان المكان لسه معمول وظهرت فيه بعد فترة بسيطة الرطوبة دي، فانا رايح اعمل مرمى. يعني انا رايح اعمل مرمى، طبعا هو خلينا نقول ان في الاول بيكون المقاول او النقاش بيقول لك ده انا مستخدم سيلر مضاد للرطوبة، انا مستخدم معجون كذا. طب كل ده كويس قوي. طب ظهرت ليه؟ ظهرت لان انا في اول مرحله عشان اخلي الكلام ده ما يظهرش لازم امنع المصدر اللي جايب الرطوبه او جايب المشكله للمنطقه اللي هي فيها الاصابه. دي نمره واحد. نمره اتنين، انا لازم اكسر المكان وارجع امحره، بس مش بمحره بقى باسمنت ورمل بالطريقه العاديه، لا، في ماده مثلا عندنا زي المايكاسيل اللي هي بنعزل بيها الحمامات، بنعزل بيها المطابخ، في منها نوع امحر بيه المكان دون عشان هي عزله، فهي مبدئيا هتخلي المكان ده طالما هو مكان كان متعرض لاصابه ما يبقاش يرجع يتعرض للاصابه تاني، تمام؟ بعد كده بقى بعد ما تنطر وتاخد وقتها في الجفاف، احنا عارفين اي منتجات محاره حاجه زي كده لازم في الصيف تاخد لها 3-4 ايام تتهوى وتسقي ميه وتترش ميه وترجع تتهوى تاني، او في الشتاء على الاقل تاخد لها اسبوع. نرجع بعد كده بقى نديها السيلر المقاوم للحراره زي السيلر الموجود عندنا في شركه مايكا. في عندنا انواع، في سيلر مقاوم عادي، في سيلر مقاوم عالي التركيز، في يعني سيلر هاي سوبر مقاوم. كل ده بيبقى مهم. لو المنطقه كانت مصابه جامد قوي نفضل ان احنا ناخد السوبر السيلر المقاوم العالي. لو السيلر او المنطقه المصابه ممكن ناخد المتوسط، لو المنطقه عاديه ممكن ناخد العادي. يبقى دي كلها حاجات افكار لازم اعملها، انما انا مش مجرد ان انا اديت سيلر مقاوم واديت المعجون بتاعي واشتغلت مش معنى كده ان المنطقه مش هترجع تتصاب، لا، في حاجات كتير قوي. وطبعا انتوا عارفين احنا ما بنحبش نطول في الفيديوهات، لكن انا هشرح الموضوع ده بتفصيل، وممكن نخلي حد من ولادنا الصناعيه اللي شغالين معانا نعمل بيها كده فيديو ونشرح الخطوات اللي المفروض تتعمل. بس انتوا ركزوا زي ما قلنا، اول حاجه بمنع المصدر اللي جايب الرطوبه، تاني حاجه بحط محاره من نوع مخصوص زي المايكاسيل، ودي مهمه جدا مهمه جدا مهمه جدا، بديها حقها في انها تاخد وقتها في انها تنشف، بديها رشات ميه عشان تتشبع وتتظبط وتشد بتاعتها في الصيف غير في الشتاء. بعد كده عندنا 3 انواع من السيلر، في السوبر هيفي، في المتوسط، وفي العادي، وكلهم ال3 مقاومين ومضادين للرطوبه، ده غير السيلر العادي اللي هو غير مقاوم للرطوبه. كل دول مهمين جدا عشان امنع ان المنطقه المصابه ما ترجعش تتصاب تاني. تابعونا وما تنسوش الاعجاب والشير للفيديو، وان شاء الله هنقول لكم الكلام ده بتفصيل في فيديو جاي. السلام عليكم ورحمة الله.